الناس اللي مستغربة إن هنا أبو ريدة هيلغي الهبوط يوم 20، هيجتمع مع مناديب الأندية وهيلغي الهبوط، هيلغي الهبوط علشان الإسماعيلي وعشان مودرن سبورت. ما تستعجبوش، بس هي كانت قدرة ربنا إن الإسماعيلي يهبط، لأنه بقاله 5 6 سنين في نفس الموال ده، واللي كان بيلحقه مين؟ حمزة الجمل، وحمزة الجمل لحق إنبي السنة دي. وكنا قلنا مودرن سبورت يهبط عشان ذنب المرحوم أحمد رفعت الله يرحمه. أنا أبو ريدة ما بيعملش حاجة من دماغه، أنا أبو ريدة ما بيعملش حاجة من دماغه. دي سياسة دولة، أقسم بالله أنا ولا إخواني ولا كنت عمري ولا طول عمري كنت إخواني ولا هكون إخواني. أنت واخد بالك؟ أنا راجل مطحون، إحنا مستحملين، الواحد بنجيب العلاج بالعافية وبناكل ونشرب دلوقتي، ربنا أعلم. بس كان كل ده يهون، وغير إن أنت تبوظ المنظومة الرياضية في حاجة تانية. يعني ده المزاج، حاجة اسمها المزاج. أنت ما تلغي الهبوط وتطلع اللي تحت وتبوظ القسم الثاني وتعملوا ثلاث مجاميع، 3 مجموعات، مجموعة الصعيد ومجموعة بحري ومجموعة القاهرة، يبقى انت كده بتقضي على الرياضة المصرية. ما قدرتوش تنزلوا الاهلي معاكم لتحت، ده عشان خاطر ربنا وعشان خاطر جماهير الاهلي اللي في ظهر النادي. دلوقتي عايزين تبوظوا المنظومة الرياضية في مصر. يعني انت ما تلغي الهبوط النهارده وعندك 18 نادي، هيبقى وهتطلع 3 من تحت، هنبقى 21. هتطلع كمان واحد من تحت، اي نادي حبيب لهنا ابو ريده ولا المجاهد، هيبقوا 22، ويعمل 11 و11 مجموعتين. ده كان الواد جمال علام، على قد ما احنا كنا بنقول زملكاوي وعبيط والكلام ده، بس اقسم بالله ضغط وعمل دوري المحترفين ونجح فيه. لكن جاي الطاووس، الراجل الرقاص، جاي اللي محدش هيقدر يقول له انت بتعمل ايه، وظهره مسنود بمين؟ باللي بيقولوا له اعمل اللي انت عاوزه. ما احنا لو في دولة واي واحد في منصبه يعمل حاجة لازم ياخد بيها موافقة، لا، الموافقة بتيجي قبل ما الشخص يجي في المكان. حتى الحاجة الحلوة اللي مصبرانا شوية على العيشة واللي عايشينها، انا اقسم بالله انا واحد من الناس اللي عايشة مظلومة في البلد دي، وبتمنى الموت النهاردة قبل بكرة، لان انا مظلوم. انا عايش مظلوم في البلد دي، انا عايش مظلوم في البلد دي. والله العظيم 3، انتوا ناس تدغدغ الحديد، ناس تكسر الحديد، ناس مش ممكن. اشرف صبحي ده يبقى وزير ازاي؟ انا ابو ريده ده اللي طالع بفضيحه في 2019 يرجع تاني ازاي؟ البني ادم اللي جاي من ورا الجاموسه اللي اسمه مجاهد ده ملوش دور في المنظومه، وعامل له دور مخصوص، عامل له دور مخصوص. والناس المحترمه مش لاقيه مكان في المنظومه الرياضيه. سيبك من العيشه. الاعلاميين الاعلاميين اللي هم دارسين قاعدين في بيوتهم وشغالين شغلانات غير بتاعتهم. واي واحد صايع مخلص كوره واعتزل بيبقى اعلامي. بقت موضه. وهنا ابو ريده لامم شويه الصيع اللي حواليه دول بتوع السوشيال ميديا. لا يا ربي، والله يا رب انا تعبت، والله تعبت من المنظومه الزباله دي. انا كنت بتمنى ان انا اكون في بلد غير مصر، مع اني ما احبش حد قد مصر، بس اللي انا شايفه كده كل ما نقول هانت بترجع اوسخ مما كانت، كل ما بنقول هانت بترجع اوسخ مما كانت. الناس نسيت ربنا، الناس نسيت ربنا.
بس بإذن الله الله غالب. بإذنك يا رب، أنت اللي غالب يا رب. بإذن الله الله غالب. نفسي أعيش لحد ما أشوف الناس دي، من الأول من الكبير للصغير والله. لأن إحنا يعني إحنا الناس اللي عايشة على وش الأرض دلوقتي في مصر اتظلمت ظلم باين. اتظلمت ظلم باين والله. مفيش حاجة حلوة في البلد. كسرت طموح الواحد والله. أقسم بجلالة الله كسرت طموح البني آدمين. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل فاسد، وفي كل فاشل، وفي كل مرتشي، وفي كل ظالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. في اللي كان السبب في اللي احنا فيه ده كله.